السلام عليكم الناس الكل ومرحبا بكم في استيزون. اليوم باش نحكوا على ماتش الترجي الذي التونسي والاهلي المصري في رادس من ذهاب دوري ابطال افريقيا، واللي ربحناه بنتيجه 1-0 من المدافع الجزائري محمد امين توغاي من ضربه جزاء في الشوط الثاني. الماتش كان صعيب برشا كيف العادة ضد الأهلي، أما الترجي عرف كيفاش يلعب المقابلة ويخلق فرص ويحقق الانتصار. بعد كل هذه السنين والخسارات الترجي نجم أنه يحقق الانتصار. أبرز اللاعبين في الماتش واللي لازم نحكوا عليهم وننصفهم في هذا الفيديو اللي هو المهاجمنا الكبير فلوريان دانو، اللي صراحة عمل من أحسن الماتشات متاعه في هذا الموسم، لأنه كان متعطش ياسر على الهدف. شفنا فرصته في أول ربع ساعة كيفاش كرة سيطر عليها ممتاز وحاول يسجل ويسدد، لكن تصدى للحارس. وشفنا باقي الفرصة في آخر دقائق من الشوط الأول بعد العرضية ممتازة من جاك ديارا، ولكن الحارس متاع الأهلي تصدى. ولازم نقولوا حاجة، إنه حارس الأهلي لولا حارس الأهلي كنا نجم نشوف الترجي يخرج بنتيجة 3-0 يعني تقريبا. الحاجة اللي تعجب زاد اليوم في دانو اللي ما كانش يلعب في الهجوم برك، بالعكس يعني شفناه يرجع في للدفاع ويعاون أصحابه في الضغط على المنافس. في المقابل للأسف لاعبنا ينساس ما كانش في نهاره، ضيع فرص مهمة زي الفرصة في الدقائق في الربع ساعة الأخرى في الماتش ضد من كروس من كسيل أبو عالية، والفرصة من بعد غلطة من الدفاع الأهلي ضيع يعني تقريبا الجوار خمم في روحه، يعني نقولوا هيك، حب يسجل لكن ما شطاش بالباهي. ممكن يعني لو كان ينصاص في نهاره كنا نشوفوا النجم النتيجة تكون أكبر للترجي، ربما 2-0 وأكثر. وزاد للأسف تعرض مدافعنا الجلاسي لإصابة على الركبة بعد الاصطدام اللي صار مع المهاجم، مش مهاجم هو لكن بن شرقي، وللأسف مش بيكون حاضر في ماتش الإياب. وشفنا انه مدربنا باتريس بومار في اخر الدقائق عول على بن حميدة في اللاكس ودخل بن علي ظهير ايسر، مع انه ظهير ايمن. دفاعيا كنا مريقلين لكن هجوميا ما طلع حتى تقريبا في ربع ساعة الأخير. أما بالنسبة للدراجر نحكوا يظهر اللي ما كانش حاضر بدنيا من 1-10 تقريبا 6.5 في الماتش. ما شفناش برشا صعود هجومي وما عمل تقريبا حتى عرضية حتى كروس. وزاد حاجة مهمة انه لازم نعطوا تحية لجماهيرنا اللي كانت حاضرة. شفنا انه بعد البلاغات اللي صدرت من الكاف اللي نبه فريقنا قبل الماتش وقال لو كان تصير حتى مشكلة في المدرجات او في الملعب بصفة عامة، الترجي كان ينجم ياخذ عقوبة وما يلعب حتى ويلعب الماتشات الجاية من غير جمهور، وعقوباتنا ليا اكثر من اللي كانت يعني مستابقة. لكن في الماتش شفنا جماهيرنا تصرفت بطريقة ممتازة، ما شفناش لا رمي قوارير ولا مقذوفات ولا مشاكل في المدرجات يعني. وحتى الكوربازوت اللي عادة تعمل أجواء قوية وتشعل الفلامات، المرة هذه الجماهير كانت واعية بالمسؤولية وتصرفت بطريقة باهية ياسر. وفي الأخير زاد لازم نحكوا على مدربنا باتريس بومال اللي أخيرا شفنا البصمة متاعه على اللاعبين، اللي عرف كيفاش يسير المقابل ويعمل التبديلات في الوقت المناسب. الفريق كان تكتيكيا ونفسيا منظم ياسر فوق التيران، وعرف كيفاش يحافظ على التقدم. صحيح النتيجة 1-0 برك وما زالنا الإياب في القاهرة، لكن نعرفوا اللي الماتش الجاي باش يكون أصعب والأهلي باش يحاول يرجع في النتيجة. لكن احنا عندنا ثقة في فريقنا وفي جواراتنا انهم باش ينجموا يحققوا نتيجة ايجابية ونترشحوا لنصف النهائي، وبيحاول لا نلعبوا تقريبا ضد صن داونز اللي تقريبا حسم الترشح ضد الملعب المالي. نستنى رايكم في الكومنتات وشنو توقعاتكم للتشكيلة الجاية للترجي وكيفاش بيتصرف المدرب مع الإصابة لحمزة الجلاسي. شوفوكم في فيديو جديد للتحليل قبل ماتش الإياب، والسلام.